السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا المشهد السوداني أنا جالس أتابع أمس بعض القنوات، جلست أراجع جميع المقابلات اللي حدثت مع الممثلي السودان سواء على مستوى الجيش أو على مستوى الدعم السريع. وجدت أنه ما أدري إيش الاستفزاز هذا اللي من بعض الإعلاميين في بعض القنوات، وكأنهم كذا يريدون أن يفرضوا أمر واقع أن الدعم السريع هو المتقدم وهو الفائز وهو المنتصر، وهو كلام غير صحيح يا جماعة، كلام غير صحيح. أقسم بالله إذا الحين لو تعملون المستحيل، مستحيل ينهزم الجيش أمام متمردين إلا إن كان الجيش يذهب عن بكرة أبيه، يعني ينتهي تماما. هذا يستاهل المتمردين أنهم يكونوا جيش إذا استطاعوا القضاء على الجيش السوداني. يا جماعة الجيش السوداني قضى حياته في التدريب، قضى حياته في هذه المؤسسة، معظمهم خريجين جامعة، معظمهم مدربين يعني أقصى أنواع التدريب. يا جماعة قولوا لي شيء أقتنع فيه، كيف أشخاص يعني لم يدربوا إلا على القتال الفردي، الهزمات السريعة، يعني يروح ممكن على قبائل مساكين عزل ويذبحهم، يعني مجرمي حرب. كيف يا جماعة تقارنوا ولا تجعلوا يعني من هذا إنه هو مستحوذ؟ أبدا، هذا غير صحيح يا جماعة. الجيش يعمل بتكتيك حتى ما يريد أن يفقد يعني كثير من الأرواح، يدخل بتكتيكات 1500 إلى 2000 مقاتل، ويدخل بطرق يعني إنزال جوي أو أنه زحف بري بطريقة أو بأخرى كغزوات ليلية، يحدد المواقع بالGPS ويستخدم الإلكترونيك سيستم، يقصف بدقة متناهية، ما يدخل في الأماكن اللي مزدحم فيها سكان، يحاول يحافظ على حياة الناس. يا جماعة إيش الإعلام هذا؟ إيش الإعلام هذا الذي يريد أن يفرض أمر واقع أن المتمردين هم الفائزين؟ كلام غير صحيح يا جماعة، والله مستحيل.